أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون بصحة وسلامة يا رب. الفيديو النهاردة بتاعنا هنتكلم فيه عن بعض العملات التذكارية، وإن شاء الله الحلقات الجاية هستمر برضو في فكرة العملات التذكارية عشان الناس ما عندهاش الوعي الكافي بالعملات دي. بمعنى إن هي ما عندهاش اللي هو فكرة مسكوك منها قد ايه، هي نادرة مش نادرة، وزنها، المادة اللي مصنوع منها، في حاجات فضة، في حاجات نحاس ونيكل، في حاجات مثلا برونز. ايا كان بقى العملات التذكاريه اللي صدرت في مصر، ان شاء الله انا هعمل بيها حلقه. بس والله انا ما بنزلش حلقات كتير لان انا مش شايف دعم منكم، او اللايك او الشير او الحاجات دي بتفرق معايا جدا، او مع منشر المحتوى. على فكره الفيديو مش هيرتفع لو انت دوست لايك او ديسلايك او علقت او معلقتش، هو ممكن يرتفع لو انت عملت شير عشان حد غيرك هيشوف. لكن اللايك والتعليق الحلو من حضرتك اقسم بالله ده بيفيدني انا معنويا، يعني ما مش هيفيد الفيديو بحاجه على فكره، اوكي؟ يعني هو ده بيفيد الشخص اللي بينشئ المحتوى. انا والله بتعب جدا في صناعه المحتوى ده، والمحتوى ده اساسا محدش مهتم بيه ولا حد بينزل بيه، يا اما لو حد نزل بيبقى عايز ياخد العملات منكم ببلاش حرفيا، فاهمين قصدي؟ فبس يعني ما تنسوش بس اللايك والشير، وخلونا قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وتكون أول عملة معانا النهاردة الخمس قروش بتاعة تذكار سوق القاهرة الدولية، إصدار سنة 1968 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1968 برضو. معمولة من النحاس والنيكل، ووزن 4.2 جرام، وكمية السك اللي سك منها العملة ديت 1,000,000 قطعة فقط لا غير. اللهم صل بينا على النبي. بسعر للأنصر ب465 جنيه بواقع 15 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب250 جنيه بواقع 8 دولار. نخش بقى على العملة اللي بعديها. على فكرة انا جايب على حسب الترتيب بتاع التواريخ واصداراتها، تمام؟ يعني عشان دلوقتي بص، مثلا ده الجنيه بتاع اسوان، سد اسوان، تمام؟ الذكرى بتاع سد اسوان. عشان بس محدش يقول لي انت دخلت 5 قروش بعد كده جنيه، لا انا جايب لك على حسب الترتيب عشان ما لخبطش نفسي وما انساش اي عمله، عشان انت محدش يرجع يقول لي انت ما قلتش العمله كذا او انا عايز العمله كذا، فاهمين قصدي؟ المهم يعني الجنيه بتاع سد اسوان إصدار سنة 1968 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1968 برضو. معمول من مادة الفضة بوزن 25 جرام، وكمية السك منه 1,000,000 قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر 1705 جنيه بواقع 55 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب1490 جنيه بواقع 48 دولار. نخش بقى على العملة اللي بعديها ال5 قروش بتاعت اللي هي الذكرى العيد الخمسين لمنظمة العمل الدولية. إصدار سنة 1969 وانتهى إصدارها في نفس السنة 1969. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام، وكمية السك 1,000,000 قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر ب215 جنيه بواقع 7 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب125 جنيه بواقع 4 دولار. خش على رابع عملة النهاردة ال10 قروش بتاعة الفاو. إصدار سنة 1970 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1970 برضو. معمولة من مادة النحاس والنيكل، والوزن بتاعها 6 جرام، وكمية السك المعروف عنها 500,000 قطعة فقط لا غير، يعني نص مليون قطعة فقط. بسعر الأنصر ب340 جنيه بواقع 11 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب185 جنيه بواقع 6 دولار. نخش بقى على خامس عملة معانا النهاردة ال10 قروش بتاعة سوق القاهرة الدولي للزراعة والأغذية. إصدار سنة 1969 وانتهى الإصدار سنة 1969. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، وكمية السك نص مليون قطعة فقط، يعني 500,000 قطعة فقط. سعر الأنصر بتاعها ب435 جنيه بواقع 14 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب280 جنيه بواقع 9 دولار. هتقول لي الناس بتشتري العملات دي فردية، أقول لك لا، الناس دي بتشتري مجاميع، مثلا من نفس السنة يجمع كل العملات التذكارية مثلا في باكج واحد، فاهمين قصدي؟ فبيروح يبيع. أنا جايب لك هنا الأسعار منفردة، الأسعار بتاعت العملات المنفردة. عشان كده يا جماعة يعني رجاء يعني اللي هو الناس تعمل لايك وتعمل شير للفيديو. الحاجات دي قليلة جدا عندي، انا مش عارف ليه، مع اني والله العظيم بتعب جدا عقبال ما اعمل الفيديو. يعني انت متخيل هو بيبيع بالباكج، انا اقعد ادور على السعر القطعة الواحدة عقبال ما يجمعها تبقى عاملة كام، انتوا فاهمين قصدي؟ فبيبقى حوار والله. فيعني رجاء تعملوا لي لايك ويعني شير للفيديو. المهم يعني نخش على سادس عملة، ولا انا قلت سعر الحاجة الجيدة؟ سعر الحالة الجيدة ب280 جنيه بواقع 9 دولار. خش سادس عملة بقى النهاردة ال10 قروش بتاعت ذكرى بنك مصر.
إصدار سنة 1970، وإنتاج إصدار سنة 1970 برضو، بوزن خلينا نقول المادة من النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، وكمية السك المعروفة عنه 500,000 قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر الباريزة دي غالية جدا على فكرة ومطلوبة ب775 جنيه بواقع 25 دولار. اديني ونوهت مطلوبة على كل المواقع وبتتسحب أول ما بتنزل ب775 جنيه بواقع 25 دولار. وسعر الحالة الجيدة ب560 جنيه بواقع 18 دولار. نخش على سابع عملة معانا النهاردة، 10 قروش بتاعة سوق القاهرة برضو، ولا ده مش سوق القاهرة عشان بس هو بالانجليزي فاهم، فانا بضطر افتح العملة عشان اقراها. سوق القاهرة الدولي للصناعة، صح انا كده. اصدار سنة 1970، وانتهى الاصدار سنة 1970 برضو، معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، وكمية السك برضو 500,000 قطعة. عشان الحاجات دي نادرة، انا بوسر ان انا قلت مجمع لكم العملات دي عشان الناس فاكرة ان هي مش نادرة ودي حاجات عادية تافهة يعني اشكال وخلاص. لا، الحاجات دي نادرة. بسعر الأنصة ب215 جنيه بواقع 7 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب125 جنيه بواقع 4 دولار. هتقول لي ليه سعرها كده؟ اقول لك هي مش مطلوبة، يعني مش زي مثلا بنك مصر، يعني هما الاتنين نفس كمية السك بس مش نفس زي بنك مصر. يعني بنك مصر مطلوبة والطلب يعني لما بيزيد على الحاجة كلنا عارفين طبعا الأسعار بترتفع. هنا بقى دي مش مطلوبة، ولذلك هتلاقي أسعارها وحشة خالص. المهم يعني سعر الأنصر بتاعها ب215 جنيه بواقع 7 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب125 جنيه بواقع 4 دولار. نخش على تامن عملة معانا النهاردة، 10 قروش برضو بتاعة سوق القاهرة الدولي. إصدار سنة 1971، وإنتاج إصدار سنة 1971، معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، وكمية السك 500,000 قطعة. بسعر الأنصر ب340 جنيه بواقع 11 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب155 جنيه بواقع 5 دولار. نخش بقى على اخر عملتين يا جماعه، هما اغلى عملتين معايا في الفيديو ده، وطبعا هتعرفوا دلوقتي ليه. عشان جمال عبد الناصر، ال25 قرش او الربع جنيه بتاع جمال عبد الناصر، اصدار سنه 1970، وانتهى اصدار سنه 1970 برضو، معمول من ماده الفضه، بوزن 6 جرام، وكميه السك المعروفه عنه 700,000 قطعه فقط لا غير. تمام. بكام يا عم محمد؟ بسعر الأنصر ب3875 جنيه بواقع 125 دولار. وده السعر النهائي اللي هاوي بيشتري بيه، اللي هو غاوي يجمع العملات عنده في البيت. لكن لو انت هتبيع ليه تاجر فالأسعار هتختلف. انا بقولك السعر النهائي بناء عليه انت تقدر تقيم السعر بتاعك. تمام. يعني مثلا هي ب 3875 جنيه، انت ممكن تبيعها ب2000 جنيه. هتقول لي يا نهار اسود هنزل 1800 جنيه حته واحده. اقول لك يا فندم، هو عقبال ما يروح يبيعها لتاجر تاني وياخد مكسبه، والتاجر التاني عقبال ما مثلا يعرضها للبيع ويبدا ان هو يشحنها للخارج، فاهم قصدي؟ فهي دي كل دي مصاريف. يعني انت مثلا لما تلاقيني مثلا مديك مثلا اقول لك العمله دي 3875 جنيه، يوم ما هتتباع بكام؟ ب2000 جنيه، او ممكن تتاخد منك ب1700 جنيه. انا اخيرا فهمت الفكره بتاعتهم، يعني الاسعار اللي بتوصل للشخص النهائي. انت لو لقيت الشخص النهائي ده مبروك عليك. يعني انت لو لقيت شخص غاوي وبيحب العملات دي في مصر، وفي كتير على فكره عندنا هنا في مصر بيحب يجمع العملات دي، تبيعها له بالسعر ده بالملي 3875 جنيه زي ما هما بيبيعوا التجار، فاهم قصدي؟ لكن لو انت طبعا رحت لتاجر بيجمع العملات الكتيره، ما تزعلش مني، هو مكسبه فين؟ يعني هو هياخد المكسب بتاعه فين؟ هو كده خد العمله منك تمام واداك ال 3875 جنيه، فين هو مكسبه بقى لما يروح بيبيعها هو بنفس الرقم؟ اكيد ما تقوليش هيعلي، لان برضو الهاوي بتاع العملات هيروح يشتري من غيره، هيعرف يجيبها من غيره بالسعر اللي هو عايزه، فاهمين قصدي؟ فهي ماشيه كده. فانا بقول لك السعر وانت قيم بقى على اساسه. المهم يعني نخش سعر الحالة الجيدة ب2635 جنيه بواقع 85 دولار. نخش بقى على 10 عملة معانا النهاردة، ودي الأغلى، ال50 قرش بتاع الجمال عبد الناصر. أنا كنت عايز أجيب الجنيه بس أنا قلت خليه في حلقة تانية عشان أنا بعمل 10 عملات بس. ال50 قرش بتاع الجمال عبد الناصر، إصدار 1970، وانتهى الإصدار سنة 1970 برضه، معمولة من مادة الفضة، بوزن 12.5 جرام، كمية السك 400,000 قطعة فقط لا غير. كان بقى يا عم محمد سعر الأنصب ب5425 جنيه بواقع 175 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب4650 جنيه بواقع 150 دولار. اهي العملة دي بقى مع التاجر ما تقلش معاها عن 2500 جنيه،
والله كان عايزها كان بها، مش عايزها وعايز ياخدها مثلا ب1000 جنيه زي الارقام. يعني واحد عايز ياخد جمال عبد الناصر دي ب900 جنيه على الفيسبوك وعارض ان هو يشتري، انا كنت هنزل لكم الرقم بس ما رضيتش. الراجل مستغل جدا، يعني عايز ياخدها ب900 جنيه، وفي منها معمول 400 ألف قطعة فقط لا غير. تمام. فاللي اتهلك واللي باظ واللي مش عارف ايه، وانت تيجي تاخد الحالة الجيدة او حالة انصر ب900 جنيه؟ يا راجل حرام عليك، يعني الناس تتقي ربنا شوية، مش كل حاجة مصلحة. اوكي. وبس ده اخر الفيديو. يعني اهم حاجة يا جماعة والله ما تنسوش تعملوا الشير واللايك والتعليق، والله الحاجات دي بتفيدني جدا وبتساعدني ان انا استمر معاكم في القناة وان انا انزل فيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.